بكره انا فين؟ النهارده انا مخرج نيرمو في مكان لذيذ جدا في الكوربه، تحفه بصراحه. احنا النهارده في الكوربة في مكان شيك خالص، شكله خطير. شايفين الفيو حلو ازاي؟ وكمان الديكورات، فيه ديكورات حلوة قوي للتصوير، ممكن تتصوروا هناك كتير جدا. الناس اللي حابه تيجي هسيب لكم اللوكيشن بتاع المكان، احنا على الروف بتاعه. بصوا المنظر وهو بيشد الستاير كده عشان احنا قاعدين في روف، بجد خطير. ونزل كمان الاكل، انا طلبت بيتزا رانش بالفراخ، وعماد حب ياكل باستا فطلب باستا الفريدو. والبيتزا بجد كانت حلوة جدا، والعجينة بتاعتها لذيذة، وصوص الرانش حلو قوي صراحة، عجبتني جدا. لازم ابلطج وادوق المكرونة بتاعت عماد، بجد كان طعمها حلو بس مش ذوقي، يعني انا ما حبيتهاش قوي. بس الفراخ كانت طرية جدا، بس هي مش ذوقي. وانا قلت اجرب البيتزا مع نرمين، وبصراحه طعمها كان لذيذ، ما ضايقتنيش خالص، انا اتبسطت بيها برضو. بس انا كنت اساسا عايز اكل مكرونه، فطبعا نزلت المكرونه الفريدو قلت اجربها. ولما دقتها بصراحه هي عجبتني، ما اقدرش اقول لكم ان ما عجبتنيش، هي كانت لذيذه وطعم الفراخ كان حلو جدا. متوسط الاسعار في المكان كان تقريبا الوجبه حوالي 300 جنيه مثلا من غير الضريبه والخدمه، وكان عندهم مينيمم تشارج 250 جنيه للفرد. بس اجمالا تجربه الاكل كانت فعلا مميزه جدا جدا، بس اكيد المكان طبعا كان احلى من الاكل كتير. ده شكل المكان بالليل. على فكرة مكان حلو جدا. شوف كده، ودي حاجة خطيرة. بس يا عمدة. باي.